أيوه، ألو، حلو. مساء النور، مع سي. أهلًا يا سليم، فاهم بعض. مشكلتي كنت موظف ملتزم جدا طول حياتي تمام، لحد ما وصلت إن أنا بقيت 40 سنة دلوقتي، لكن مش عارف ليه من وقت قريب بقيت حاسس إني زهقت من الروتين ومش عارف العمر جري بيا إزاي، وعايز أغير حاجات كتير في حياتي. بدأت أصرف فلوسي على حاجات غريبة بالنسبة لاهتماماتي اللي كنت متعود عليها، حاجات غريبة زي إيه؟ زي عربية رياضية وشوية لبس مش متعود عليه. مراتي مش عاجبها اللي بعمله وبتقول إن التصرفات عيال مراهقين. فما فهمتش يعني إيه عيال مراهقين، يعني إزاي عيال مراهقين؟ تقول لي أنت قاعد عندك التزامات ومسؤوليات كبيرة، إيه التفكير التافه ده؟ هي خايفة أكون بصرف فلوسي على كل اللي معايا من وجهة نظرها إن حاجات تافهة يعني، بدل ما أفكر إن أنا أأمن مستقبل ولادي. وبدأ ده يأثر على بقالنا 12 سنة متجوزين، لكن أنا اتحرمت من حاجات كتير. طول عمري كنت واخد الحياة شغل وبس. ودلوقتي العلاقة بينكم فيها مشاكل طبعًا. لأ، العلاقة دلوقتي مش أفضل حاجة أصلًا، يعني كل يوم في خناق ومشاكل ولا عيل. كل ده لو تقولي عليه قولي. تمام، شكرًا يا سليم. برضه هاقول تاني، يا جماعة اللي عنده 40 سنة والّا 50 سنة، موضوع إن هو عمره راح وكبر، ده كلام لازم التفكير ده ما يبقاش مسيطر علينا، الأعمار بيد الله. إحنا كبرنا والسِن قيمة واحترام وزيادة خبرة. والواحد عمره ما يتضايق من سِنّه، بالعكس طالما العُمر خلّانا نضيف لخبراتنا. لكن هنا كونك بتعمل حاجات أنت نِفْسك تعملها، أنا مش شايفة إنّك غلطان، طالما أنت مش بتيجي على حق أولادك لا في مصاريف ولا في أي حاجة. كونك كان عندك حلم ما قدرتش تحققه، لإن كان ظروف حياتك ربما المادية أو الظروف عمومًا ما سمحتش. طَب إيه المانع بقى لمّا يكون النهارده أنت تقدر تعمل ده؟ يعني ممكن أكون طفلة وهي صغيرة كان حلم حياتها تسافر تشوف ديزني لاند في أمريكا، وكان مستحيل تروح ديزني لاند لظروف كتير أوي. كبرت وبقى عندها يا سيدي مش 40 سنة، 55 سنة، ولسه الحلم عندها قادرة النهارده إنها تعمله، وإنها تروح تتفرج على ديزني لاند. هنقول عليها عبيطة واتهبلت؟ الكلام ده غلط. طالما حريتك ما بتجيش على حق حد فده حقك. طالما حريتك ما بتقلش من احترامك وقيمتك ده حقك. بتلبس حاجات مختلفة، طب ما هو احنا كل سنة ممكن في موضة مختلفة. المهم انك ما تلبسي حاجة تقل قيمتك. يعني ما تلبسي حاجات عبيطة زي الافلام اللي بنتفرج عليها الكوميدية. لكن كون انك انت تحس انك لسه عايش ده حقك. بالنسبة لزوجتك هي كمان قُل لها إن أنتِ بالطريقة دي أنتِ اللي محسّساني بالعجز، يبدو إنِّك أنتِ اللي بدأتِ تعجزي. أنت عارف الجملة دي لمّا هتتقال لمراتك هتعمل إيه؟ هتفوق. قُل لها على فكرة مش أنا اللي عجزت، أنتِ اللي عجزتِ. إذا كنتِ أصغر منّي وشايفة إن أنا باتصرّف أصغر من سِنّي، يبقى مين فينا عجّز؟ الحقي نَفْسِك بقى، فوقي لبقية عمرِك، عشان أنا عايزة أكمّل عمري معاكِ. صدّقني هي هتتغيّر. معانا مداخلة، أوكي، معانا مداخلة تانية. عايش حياة هادية وروتينية جدا، من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. حتى مراتي برضه روتينية جدا، يعني ماشية بكل التعليمات اللي أنا حطيتها بنفسي كأنها قطر ماشي على سكة حديد، يعني مفيش يمين ولا شمال. أيوه، الست بصراحة ملتزمة جدا بالتعليمات كلها زي الكتاب مكتوب. بس أيوه. من فترة كده ابتديت أحس إن الحياة عمالة تجري وأنا محبوس في الروتين ده. بقيت أكبر وحاسس إن الدنيا مش هو ده. بقيت أتعرف على واحدة تانية زميلة ليا، فاهم؟ كلها شباب بقى وحيوية. ابتديت أحس معاها بالحياة يعني. ابتديت إن أنا أخرج، ابتديت إن أنا اتشدت ليها. بقى عندي يعني موضوع عدى موضوع الصحابة، فبقى في مشاعر حقيقية. فاعترفت لها بده وهي ابتدت إن هي تبادلني نفس الشعور.
وطلبت منها الجواز، يعني احنا نتجوز. طبعا هي انت لازم مش هنتجوز، لازم تعرف بعلم مركب. طيب بص يا سيدي، اولا اللي خلى الحياه روتينيه هو حضرتك لما جيت اتجوزت انت قلت لها انا عايز 1 2 3 يمشوا بالطريقه دي. الست ست محترمه عملت 1 2 3. مش الحياه هي اللي ممله في عشرتها، انت اللي عملت ملل في حياتكم. ده انا هي صعبانه عليا. يعني الست دي مقدمه في حياتك كتير قوي، دي واحده ماشيه على قطر عشان انت عاوز الطريق ده، ممكن يكون غير حياتها خالص. موضوع بقى إن أنا اتعرّفت على واحدة تانية وحسيت إن أنا باعيش وده أول حُب في حياتي وده، دي طبعًا يعني خلّينا واضحين مع بعض، يعني إحنا ما نعرفش بعض شخصيًا يعني، أو بمعنى أصح أنا ما أعرفكش، أنت عارف إن دي حِجَج عشان العين الزايغة، حِجَج عشان تتجوّز، فيعني إيه، يعني عدّي كده، عدّي يا ليلى يعني. وبعدين واضح إن أنت كنت ناوي إيه، تكمّل القصة هنكرة، يعني أنت ما كانش في دماغك أصلًا تقول لمراتك. أنت كنت ناوي تتجوّز الأبلة دي في السِر، وتشوف لك بقى يومين وبتاع، وحياتك زي ما هي، إنّما الست طلعت محترمة. النهارده لأ، أنا عايزة أقول لك حاجة، حُط نَفْسك بقى إن مراتك زهقت منّك، وهي عايزة تتجوّز واحد تاني، بس هي الفرق بينها وبينك هي مش هتخونك. تخيّل هتيجي لك النهارده تقول لك أنا ياسمين تعبت. أنا مش مبسوطة في حياتي، وأنا عايزة إن إحنا ننفصل عن بعض، وممكن يكون عندي فرصة إني أرتبط بغيرك أو ما ارتبطش، لإن حياتي مملة أوي وأنت عملت الملل ده. مين فيكم عنده حق أكتر، أنت والّا هي؟ خُد بالك، عايز تغيّر حياتك غيّرها أنت، عايز بقى طبعًا يعني تهلِّس بقى ده موضوع تاني، لكن حضرتك عايز تغيّر حياتك وما تبقاش مملة، مراتك ست زي الفل. وهاقول لك، لو أنت قُلت لها إني هاتجوّز واتطلّقت، ربنا كرمها هي، وما أعتقدش كرمك أنت. نطلع فاصل. معانا رسالة صوتية نسمعها كده مع بعض. مساء الخير يا دكتورة. أنا كنت دايمًا أم مثالية حسب ما دايمًا بيوصفوني المقربين ليّا، لكن دلوقتي بدأت أحس إني عايزة أعيش حياتي لنفسي. أخدت قرار إني أرجع الجامعة وأدرس حاجة أنا باحبها. جوزي وولادي ال3 بيقولوا إن كده باتخلى عن مسؤولياتي كزوجة وأم، لإن بالعكس أنا كنت متفرّغة ليهم جدًا، وأقول لهم إن ده مش وقته ليّا، وكل شوية يفكروني إن بنتي الكبيرة قربت تخلّص دراسة، لكن أنا فعلًا نفسي أحقق حاجة لنفسي. هُم زعلانين ومش فاهمين رغبتي، وبيحسسوني إن أنا محتاجة نصيحتِك أتعامل إزاي. كويس إنِّك أنتِ عايزة نصيحة تتعاملي إزاي، كويس إنِّك ما صدّقتيش إنِّك أنانية، أنتِ مش أنانية خالص، هم الأنانيين. أنتِ طلبتِ إنِّك تتعلّمي، ده حقِّك. كونِك هم شايفين بقى اللي يشوفوه. أنا يعني يمكن أنا ما أعرفش، بس أنا هافضل عمري كُلّه كل ما أقدر أتعلّم أنا هاحاول أتعلّم. أنا التعليم متعة، والتعليم ما لوش عُمر، فالحقيقة هم أنانيين. إنِّك أنتِ تستجيبي لهم، ما تستجيبيش خالص. يقولوا لِك بنتِك قربت تتجوّز، قُل لهم إن شاء الله، ربنا إن شاء الله يعدّل لها قريب. أنتِ بتدرسي إيه، أنتِ كبرتِ، معلش عشان أبقى أدرّس بقى لأحفادي. أنتِ عارفة أنتِ بتعملي إيه؟ آه، أنا عارفة باعمل إيه. سِرّي إنِّك تكمّلي، اوعي تبطّلي اللي بتعمليه، لإن البديل إنِّك أنتِ لو ما عملتيهوش هتخشي في حالة، يعني مش عايزة أقول، بس ممكن توصلي للاكتئاب. ما تسمعيش كلام حد، ده حقِّك. ورجعنا لحضراتكم ومعانا رسالة مسجلة، نسمع. مساء الخير يا دكتور. أنا أحمد وعندي 47 سنة. أنا متجوز وعندي ولاد. طول عمري شايل المسؤولية من بدري أوي، من بعد ما بابايا توفى، وساب لي المسؤولية أمي وأخواتي.